صباح الورد والياسمين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أحلى ميني حواوشي ممكن تعملوه في البيت. هنحضر العيش في البيت وكمان هنعمل الحواوشي، اتنين هنعملهم فيديو واحد. طريقة سهلة وبسيطة وكمان على عين البوتاجاز، يعني مش هنستخدم الفرن خالص في خبز العيش. طريقة سهلة وبسيطة وكمان هنعمل 21 رغيف حواوشي من نص كيلو دقيق. يلا نشوف المقادير بتاعتنا والطريقة عملناهم ازاي. جبت نص كيلو دقيق وحطيت عليه نص معلقة من الخميرة الفورية ورشة ملح وربع معلقة من السكر، وبدأت أقلبهم مع بعض. وبعد كده بجيب المية وانزل بالمية شوية بشوية وابدأ أعجن لحد ما اوصل لقوام عجينة بتكون متماسكة وما بتلسعش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عايزة اقولكم ان نص كيلو دقيق طلع اكتر من 21 رغيف، يعني حوالي 23 او 24. بس انا عملت ال21 بس رغيف حواوشي. الاتنين تلاتة اللي كانوا زيادة دول يعني اكلناهم كده. ودلوقتي هغطي العجينة ببلاستيك راب او باي صينية واسيبها لحد ما تختمر ويتضاعف حجمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهكون محضرة شوية من الردة، واحط شوية ردة على الكاونتر او على اي سطح احنا شغالين عليه، وانزل بالعجينة كلها كده مرة واحدة. مش هعملها قطع صغيرة على حسب عدد العيش اللي احنا هنعمله. هنزل بالعجينة كلها كده مرة واحدة وهبدأ افردها علشان بس تسرع معانا الوقت. وفي نفس الوقت هطلع ارغفة عيش حواوشي كلهم نفس المقاس. بعمل ايه بعد ما فردت العجينة بتاعتي؟ يعني فردة كده مش سميكة ومش خفيفة، بجيب كده قطعة الدونات او اي كوباية او غطا حلة صغير وابدأ اقطع. المهم اطلع كده مقاس العيش كل واحد بالشكل ده. بكون رشة خفيفة من الردة على الكاونتر وافرد عليها العيش لحد ما اخلص كل الكمية. عايزة اقولكم بالطريقة دي ما باخدش دقيقتين بالظبط واكون مخلصة فرد كل الكمية وتقطيعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا فردنا العجينة بتاعتنا مرة واحدة والتقطيع ما اخدش ثواني. بعد كده هلم العجينة اللي كانت حوالين الأرغفة دي والمها واسيبها تريح حوالي دقيقتين، وارجع افردها كمان مرة تاني واعمل منها باقي العيش. ودي الكمية اللي طلعناها من الفردة الأولى 19 رغيف، ولسه كمان العجينة التانية لحد ما تستريح هبقى افردها انا وشغالة هنا بسوي في العيش. بجيب الصاجة دي بتاعة البوتاجاز وبحطها على عين البوتاجاز، بشغل العين ورا وقدام، واول ما تسخن على طول بنزل بالعيش على طول. واول ما الاقي العيش بدأ يعمل فقاعات ابدأ اقلبه على طول واسيبه كل ناحية حوالي 30 ثانية وارجع اقلبه على الناحية التانية على طول. اشتغل فيه علشان ما ينشفش معايا من ناحية واحدة وما يرضاش ينفخ. هنا خلاص اتنفخ وده شكله قمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا طبعا مش هزود عليه التسوية اكتر من كده علشان انا لسه هسوي فيه اللحمة فهيدخل الفرن وهيكمل السوا بتاعه. هو استوى وينفع يتاكل كده حلو خالص، بس انا مش عايزة اللون بتاعه يعني يكون اكتر من كده. كده اللون بيبقى خفيف وحلو. اخلص كل تسوية العيش بتاعتي. طبعا ينفع ان احنا نسويه في طاسة، ممكن كمان نحطه كده كله مرة واحدة في صينية كبيرة في الفرن، برضه هيبقى ممتاز زي الفل. بس انا عندي الصاجة دي بصراحة يعني بتوفر علي الوقت، يعني في ثواني كده بخلص كل العيش بتاعي. هنبدأ نحضر للحشو الحواوشي. بعد ما خلصت كل العيش طبعا بجيب حوالي ربع كيلو لحمة وبصلاية متوسطة مفرومة فرم ناعم، وبضيف ملح وفلفل اسود وشوية من بهارات الحواوشي اللي بنشتروها من عند العطار. وبس كده، مش هيضيف اي اضافات تاني للحواوشي. بعد ما عجنتهم عجنة حلوة خالص خالص مع بعض بجيب العيش وابدأ افتحه. مش عايزة افتحه كتير، يا دوب سيكة صغننة واحشي. بياخد كده حوالي معلقة صغيرة من اللحمة المفرومة. وابدأ افرد اللحمة وبحب احط كده حبة من الجبنة الموتزاريلا، ودي اختيارية لو مش عايزين تضيفوها مش لازم يعني. بس هي بس بتخلي الحواوشي جوسي شوية. مش عايزين مفيش مشاكل زي ما قلت لكم. وده شكل الرغيف بتاعي بعد ما حشيته. شايفين لونه ازاي وكيوت وقمر ملوش حل. هنبدأ اعمل كل الكمية بتاعتي، وطبعا بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية. ولو عايزين تسووا الحواوشي برضو على الطاسة او على صاجة زي اللي انا كنت مستخدماها في تسوية العيش، او عايزين مثلا تعملوه على الجريل برضو كله حلو وينفع. بس انا مش عايزة اتعب روحي فحطيتهم كده كلهم في صينية واحدة مع بعض، وادهنهم بدهن الزيت من الناحيتين،
وادخلهم الفرن حوالي ربع ساعة ولا حاجة. يكون اخدوا اللون ارجع اقلبهم وادخلهم الفرن ياخدوا اللون من الناحية التانية، وكده خلصنا. لكن انتي لو فاضية وما عندكيش حاجة وعايزة تعمليهم على عين البوتاجاز برضو مفيش مشاكل، اللي يريحك اعمليه. هنا بعد ما دهنت الحواوشي من الناحيتين هدخله الفرن على درجة حرارة عالية، بحطه على الرف في النص، واول ما ياخد اللون بطلعه بالشكل ده واقلبه على الناحية التانية وارجع ادخله الفرن كمان مرة. انا عندي البوتاجاز ما بيشتغلش فوق وتحت مع بعض، فانا مضطرة ان انا اقلب العيش علشان بياخد اللون من ناحية واحدة بس. هنا اقلب الحواوشي وادخله كمان مرة الفرن، اول ما ياخد اللون من تحت هطلعه، وبكده اكون خلصنا احلى واسرع حواوشي ممكن تعملوه. الميني حواوشي بصراحة رهيب وملهوش حل، والولاد كانوا فرحانين بيه بطريقة فظيعة. وكمان لو عندك حفلة وفيها الاوبن بوفيت، الميني حواوشي هيكون من اجمل الاطباق في البوفيه بتاعك، زي بالظبط الميني بيتزا والحاجات اللي بتتقدم كده السيمبل البسيطة. ما بتاخدش شغل كتير، لكن طعمها مميز وشكلها بيفرق خالص في السفرة بتاعتك. وطبعا ما ننساش المخللات والسلطة واي حاجة انتوا بتحبوها جنب الحواوشي. انا بحب اي حاجة تكون سبايسي جنب الحواوشي. صراحة رهيب. شايفين هنا كريسبي واللحمة من جوه جوسي ملهاش حل، وكده سمول صغنن كده وحلو وقمر. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وكمان تعملوها في البيت، حرفيا تستحق التجربة. رهيبة وملهاش حل، ويختلف تماما عن الحواوشي الحجم الكبير. ياريت اللي اول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك مطبخ كاما، وعايزة لايك وشير كتير للفيديو ده. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.